لوكا مودريتش 2018 الساحر الكرواتي اللي نشر سحره في الملعب الموسم ده، الامير اللي اكل الاخضر واليابس في الموسم ده. كان موسم تاريخي من جميع النواحي للامير الكرواتي. فيلا نبدأ. لوكا مودريتش اللاعب اللي بدأ مسيرته في نادي دينامو زغرب الكرواتي موسم 2003، وكان باين عليه وقتها انه لعيب كويس وهيبقى مستقبل خط الوسط في القارة الأوروبية في السنين اللي جاية. وفي موسم 2005 يطلع إعارة لنادي زرنسكي البوسني، وبعدها يرجع تاني لنادي دينامو زغرب. لكن في موسم 2008 لوكا كان عنده تحدي أكبر بالانتقال للسبيرز نادي توتنهام في الدوري الإنجليزي، وانتهى ساعتها لوكا بمبلغ 17 مليون جنيه استرليني. يقضي مودريتش مع السبيرز وتوتنهام 4 مواسم قدم فيهم أداءات مبهرة، لكن ما حققش ولا لقب. في موسم 2012 ينتقل للعملاق الميرينجي ريال مدريد، وبعدها بكام يوم بس بعد ما مضى مع نادي ريال مدريد يلعب أول مباراة ليه أمام برشلونة في السوبر الأسباني. تفوز ريال مدريد ويحقق وقتها لوكا مودريتش أول لقب ليه مع العملاق الميرينجي، وهنا بتبدأ رحلة تاريخية للأمير مع الميرينجي، ويحقق 3 ألقاب دوري أبطال متتاليين موسم 2016 و17 و18. لكن خلينا نركز مع موسم 2018. الموسم ده لوكا لعب في كل البطولات 4 مباريات، سجل 4 وصنع 8. فاز لوكا بدوري الأبطال الثالث ليه على التوالي، والسوبر الأوروبي والسوبر الأسباني وكأس العالم للأندية. لكن كل ده كوم، والإنجاز التاريخي مع المنتخب الكرواتي في كأس عالم روسيا 2018 كوم تاني. قائد اللي قاد فريقه وقتها للتأهل للنهائي لمواجهة الديوك الفرنسية. كان رحلة الحصان الأسود المنتخب الكرواتي تنتهي في النهائي بعد الخسارة من فرنسا بنتيجة 4-2. لكن كان موسم تاريخي من جميع النواحي من الأمير، ويختم الموسم العظيم ده بالتتويج بالكرة الذهبية.